السلام عليكم. مبدئيا كده الفيديو ده ملوش علاقة بالموبايلات. انا بعمل الفيديو ده عشان بوست شفته على فيسبوك استفزني قوي، واللي ضايقني اكتر مش البوست نفسه بقى، اللي ضايقني وحرق دمي وخلاني بعمل الفيديو ده دلوقتي هو تعليقات الناس على البوست. تعالى كده نبص على البوست ده اعرضه لك ونشوفه بيقول ايه وبيتكلم عن ايه. بص يا صاحبي، ادى البوست دي واحده كانت بتشحن النت الارضي بتاعها من عند واحد وزعلانه انه كسب منها 4 جنيه. بص كاتبه ايه، مصوره الفاتوره او الورقه اللي بتطلع من المكنه بتاعت فوري، وبتقول لك معلش عاوز اعرف لما المبلغ الكلي يطلع كده في فاتوره النت هل الطبيعي انه ياخد 150؟ الفاتوره طالعه 146 وزعلانه قوي انه اخد منها 4 جنيه، انه اخد منها 150، يعني هو كسب 4 جنيه. زعلانه قوي على ال 4 جنيه اللي كسبها. والغريب بقى ان الناس كلها اللي بتعلق، اوريك التعليقات بص، او سيب التليفون انا كده كده هحطهم لك. الغريبه بقى ان اللي له واللي ملوش بيفتي، واللي بيفهم واللي ما بيفهمش، او اللي عارف يعني اللي بيفهم في ده او ده شغله او حتى مش شغله بيقول وبيهري، وكله عمال يقول لا مش من حقه، لا هو ياخد اللي بيطلع من المكنه بس، او ياخد اللي بيطلع من الفاتوره بس. يا باشا انت عارف اللي بيطلع من الفاتوره ده بيتخصم من المكنه، يعني المكنه ده اهي اللي بيطلع منها، اللي بتطلع لي على الشاشه بتاعتها بيتخصم منها، اللي بيطلع في الفاتوره بيتخصم مني، والرصيد ده انا شاريه بفلوس مانيش كسبانه في كيس شيبسي، يعني انا شاري الرصيد ده دافع ثمنه. يعني لما ادفع 140 جنيه او يخرج من المكنه 140 جنيه وحضرتك عايزه تحاسبيه على 140 بس، يبقى هو كسب ايه؟ او هو فاتح ليه؟ دلوقتي بقى يطلع لك واحد يقول لك يا باشا ما هو بيرجع له عائد من المكنه. انت عارف العائد اللي بيرجع من المكنه ده كام؟ على كل 1000 8 جنيه، يعني كل 1000 جنيه انا بشتريه وبدفع ثمنه مره واحده، بدفع 1000 جنيه كاش مره واحده، وبقعد بقى المهم منك انت وغيرك ب10 في 5 في كارت شحن ب11، واحد عايز يشحن باقه ب 30 جنيه بقعد المهم بقى 30 في 10 في 5 في 15، بلم ال 1000 جنيه بقى في كام؟ في قد ايه؟ في كام زبون بيدخل لي كل زبون اكسب منه جنيه ولا 2 جنيه. وفي الاخر الشركه بتبعت لي 8 جنيه رصيد زياده على المكنه على كل 1000، يعني انا بصرف 1000 جنيه بشتريه وبطلعه 5 في 10 في كده زي ما قلت لك، وعايزه مش عايزين اكسب، عايزانا بس اخد ال 8 جنيه اللي الشركه بتبعتهم لي واكل عيالي بقى ان شاء الله. ايه طب ولا ما ناكلش احنا بقى عشان خاطر حضرتك مستخسره ال 4 جنيه وعايزه تدفعي بس اللي طالع، عايزه تدفعي بس اللي طالع من المكنه، حضرتك روح اشحني في الشركه وبرضه هياخدوا منك. بلاش تبصوا للناس في رزقها وسيبوا الملك للمالك، وانت برضه مش اي حاجه تفتي فيها، اللي تعرفه قوله، حقك تقول رايك بس تقول رايك في اللي انت فاهم فيه، مش تبقى مش فاهم حاجه وتطلع تسخن الناس على بعض عشان خاطر انت قاعد بقى ماسك تليفونك وحقي اقول رايي. قول رايك يا باشا في اللي بتفهم فيه، واللي ما تفهمش فيه ما تتكلمش فيه. بس مش عايز اتكلم تاني، انا بس عايز اوضح للناس اللي باصه في شغل المكنه ده وفاكره ان المكنه بترجع لنا عوائد على ال 1000 جنيه 200 جنيه، المكنه او الشركه بترجع على ال 1000 جنيه 8 جنيه، يعني نشحن 1000 جنيه تدفع 1000 جنيه تاخد عليهم 8 جنيه. ده يرضي مين يعني؟ ان ما كناش احنا بقى نكسب او نطلع حسنتنا يا استاذه يا ست هانم. ال 140 جنيه اللي شحنهم لك دول انت تحمد ربنا اصلا انه شحن لك النت، في ناس ما بترضاش تشحنه، يعني هو شحن لك ب 140 جنيه وخد منك 4 جنيه، كان ممكن يقول لك ما عنديش مش عندي ويخلي ال 140 جنيه دول يسيبهم في المكنه يشحنهم كروت. لو شحنهم كروت الكارت ب 11 جنيه بيطلع من المكنه ب 10 بتباع ب 11، يعني كان يشحن بال 140 جنيه دول 14 كارت فيهم 14 جنيه مكسب. هو راجل محترم وشحن لك ب 145 وخد منك 4 جنيه، ما قالكيش مش عندي وطلعهم كروت. انا والله ما اعرف هو مين، مع ان البوست ده على الجروب بتاع بلدي والست دي في بلدي، بس انا ما اعرفش، هي ما قالتش الصراحه، ما قالتش هو مين، ولا ما اعرفش هو مين. انا مش بدافع عنه، انا بدافع عنه اصلا ما اعرفش هو مين، انا بدافع عن الحق. بقول الراجل ده راجل محترم انه يشحن. في ناس كتير ما بترضاش تشحن الحاجات دي، في ناس كتير ما بترضاش تشحن كروت كهرباء، وفي ناس ما بترضاش تدفع فواتير النت عشان ما فيش فيها مكسب، يدفع 145 جنيه فيهم 4 جنيه بس، والعكس لو شحنهم كروت هيشحن 14 كارت زي ما قلت لك هيكسب فيهم 14 جنيه.
انا واحد من الناس اللي بيدخل لي عايز يعمل اي حاجه بعملها له، عاوز يشحن كارت كهرباء حتى لو ب 500 جنيه بشحنه له، عاوز يشحن نت بشحنه له، عايز يدفع فاتوره ارض بدفعها له، وبناخد 2 3 جنيه في ال 200 جنيه، بناخد 2 3 جنيه. حرام عليكم، حرام عليكم، ما تبصوش للناس في رزقها. وبعدين الرزق قليل اصلا، يعني احنا ما بنكسبش حاجه. يعني شغل المكنه ده والله ما بيكسب، والله شغل المكنه ده تحصيل حاصل. يعني شغل المكنه ده او شغل الرصيد اللي الناس بصلنا فيه ده، هو انا اصلا مش عايز اشغله عندي، بس هو لازم يبقى موجود، لان دي حاجه، ده محل موبايلات، فلازم الرصيد يبقى موجود فيه، ولازم الشحن يبقى موجود فيه. يعني هو مش تحصيل حاصل، بس لازم يكون موجود. لكن هو احنا ما بنعتمدش عليه، واصلا ما فيش فيه مكسب ولا فيه حاجه. فبطلوا بقى، وحرام عليكم، بطلوا. بس كده خلاص، انا مش عايز اقول حاجه. في النهايه بس، يا رب ما اكونش طولت عليك او اكون ضايقت حد بكلامي، انا بس بدافع عن الناس اللي مظلومه. وتحياتي، نكون نتقابل الفيديو الجاي. سلام.